بابا جونز، كلنا عارفين بيتزا بابا جونز. وطبعا صوص الرانش المميز بتاعهم حاجة كده خيال، حاجة وهم. طعم جميل. مكان. يا مساء الخير، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. بقالي 10 ايام ما بنزلش فيديو ولا بفتح اليوتيوب خالص. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. هقول لكم طبعا السبب. والله السبب ان انا تعبانه شويه، بس طبعا احب في اول الفيديو ان انا ارحب بكل اخواتي اللي موجودين على القناه واللي انضموا للقناه جديد، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. حقيقي طبعا السبب ان انا ما بعملش فيديوهات الفتره دي لان انا تعبانه جدا. عندي سكر عالي جدا ويأثر على عينيا وعليها ميه بيضة وهعمل عمليه. طبعا دعواتكم بقى ان شاء الله ان انا اعمل عمليه على خير، بس طبعا العمليه لسه ما اتحددتش الا لما السكر ينتظم. فهو ده السبب الاساسي اللي مأخرني عن العمل، عن ان انا انزل فيديوهات. فاحنا ان شاء الله عمر هو عامل شقاوه جامده. اصوركم، قول لهم ازيكم وحشتوني. فطبعا الدكتور، واحنا رايحين للدكتور قلنا نتعشى الاول، بس كان نطلع للدكتور لان الدكتور لسه ما جاش. طلبنا بقى بيتزا. والله نفسي كلكم تيجوا تتعشوا معانا. بيتزاية بقى، حط عليها الصوص ده. طعمها جميل. يلا كل يا عمر، يلا كل ماما، يلا. طعمها حلو. انت بتاعتي طعمها حلو؟ حلو قوي. طعمها جميل. طبعا زي ما قلت لكم هكشف على عينيا. انا كشفت عند دكتور قبل كده وقال لي ان انا هعمل عمليه عينيا، بس لما السكر يقل شويه عشان السكر عالي جدا، عديت ال 450. فقلت اخد راي دكتور تاني، وانا رايحه للدكتور هاخدكم معايا. طبعا سكر عالي وبتاكلي بيتزا؟ لا طبعا، انا السكر حصل لي امبارح هبوط جامد في السكر. قست الصبح بعد الفطار كان 478. بعدها بساعتين حصل لي هبوط بقيسه ووصل ل 60، فانخفض مره واحده. فعندي دلوقتي السكر منخفض. عشان كده انا جيت النهارده للدكتور، وبالفعل طلعت للدكتور بس قالوا لي انت رقم 9. فقلنا ننزل ناكل قبل ما الدكتور ميعادنا يجي والدكتور يجي. فطبعا انا يعني ما باكلش البيتزا دي لما سكري انخفض. فادعوا لي بقى ان ربنا يشفيني كده والعمليه دي تعدي على خير باذن الله. يعني البيبسي والبيتزا دول سكري منخفض جدا. هنا وصلت خلاص عند الدكتور. خش يلا. ايوه